لو عندك علم ممكن يفيد 10 أشخاص بس، فأنت كده عندك فرصة ذهبية في المجال بتاعك. لو عندك خبرة علمية في أي مجال من مجالات وعندك سابقة إنك كنت بتشرح للناس والناس كانت بتفهم وبتحب شرحك، بس أنت لسه شايف في وجهة نظرك إنك لسه عندك عدد قليل بس من الفولورز ومحتاج إن هم يكتروا علشان تبدأ تبني كورس أونلاين ضخم ليك، خليني أقولك بقى هنا على الحقيقة، وهي إن السوق في الحقيقة مش بيعتمد بس على الأرقام، بس بيعتمد بقى هنا على القيمة اللي أنت بتقدمها، لو وصلت فعلا للي محتاجها ولا لأ. يعني لو في 10 أشخاص بس سألوك واستفادوا منك ورجعوا قالوا والله شرح الراجل ده سهل ومفيد، وطلبوا منك تعيد اللي أنت قلته كمان عشان يستفيدوا أكتر، وبعدين سألوك هو أنت ما عندكش كورس في الموضوع ده، هنا أنت لازم تفهم وتستوعب إن ده مش مجرد تفاعل عابر، ده صوت السوق بيناديك علشان تطلع القيمة العلمية اللي عندك ليهم والناس تستفيد منك. طيب ليه ال10 دولت بس أهم من إنك يكون عندك 1000 متابع بس ساكتين؟ واحد، لأنهم بالفعل جربوا القيمة الحقيقية اللي عندك، مش مجرد قروا بوست عابر. اتنين، وصلوا لك بإرادتهم الشخصية مش عن طريق إعلان أنت عملته. تلاتة، أنت ممكن تستفيد منهم كتستمونيالز أو فيدباك عن المحتوى اللي أنت بتقدمه وتستخدم ده فيما بعد في الإعلانات اللي هتقدمها. تقرير من موقع سينكفيك بيقول أكتر من 60% من صناع الكورسات الأونلاين بدأوا أول منتج ليهم بعد ما شافوا تفاعل إيجابي من 10 ل 30 فرد فقط على المحتوى اللي هم بيقدموه بيحضروا له، حتى من غير ما يعملوا صفحات ضخمة أو إعلانات. طيب تعمل إيه دلوقتي لو عندك 10 بس بيؤمنوا بيك وبالقيمة اللي أنت بتقدمها؟ واحد، اجمع أسئلتهم المتكررة، خدها زي ما هي وخليها عناوين المواضيع اللي انت هتشرحها في الكورس. اتنين، اعمل بري لونش للكورس عليهم، استخدم الناس دولت انك تطلع لهم النموذج الاولي من الكورس الاونلاين بتاعك، وبعت لهم قول لهم انا بفكر اعمل كورس اكبر من تجربتي، ايه اكتر حاجه تحب تتعلمها فيه؟ واخيرا انا عايز اقول لك ما تستناش ال10000 متابع علشان والله تقول خلاص دلوقتي انا بقيت جاهز ومؤهل ان انا اعمل كورس اونلاين خاص بيا. لو عندك بس 10 افراد بيطلبوا منك العلم اللي عندك، فانت مش ناقصك جمهور، انت ناقصك مجرد قرار انك تحول العلم اللي عندك لكورس رقمي يستفيد فيه فيما بعد ملايين البشر. قول لي كده في الكومنتات بامانه، هل في ناس حواليك استفادوا من اي محتوى علمي انت بتديه وسالوك عن الكورس بتاعك؟ هستنى ردك في الكومنتات. السلام عليكم.